محاولة الاعتداء على أو الاعتداء على أحد المناضلين هناك. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستسقط بإذن الله. لكن إذا سمحتوا لي عندي تعليق على هذا الشعار. شوفوا يا إخوان، هذا شعار الشعب الجزائري، قالوا الشعب الجزائري، والأغلبية العظمى من الجزائريين عارفينه ويردوه ويعاودوه وما عندهمش إشكال. لكن راهم ربما كاين بعض خاوتكم اللي مع دولة مدنية ماشي عسكرية تبون مزور جابوا العسكر بس كيشوفوا هذا الشعار يخافوا شوية، خاصة إذا واحد ممكن يرجع للبلاد لا والله ما يحس روحه كونفورتابل كما يقولوا مع هذا الشعار. ما كاش مشكلة، احنا نعترض فقط على اللي يقول هو حراكي ويقول هو مع الثورة ومع الشعب ومن بعد يقول لك لا ما نقولوش، يعني يمنع الآخرين على قول هذا الشعار. أما اللي يمتنع هو على قوله ما دام يامن بقيام دولة العدل والحق والقانون دولة مدنية ما كاش مشكل، وما لازمش تكون هذا موضوع خصومة. اللي يقدر يقولوا اللي ما يقولوا اللي ما يقدرش الله بصح فقط هذوك اللي يجوا يجادلوا يقول لك هذا هو اللي درنا المشكل وهذا الشعار. هذا شعار الشعب، والمخابرات هي مخابرات إرهابية بحق. إذا كنت لا تستطيع أن تقوله مسموح، لكن لا تشكك فيه، لأن التشكيك فيه في الحقيقة هو تقرب من العصابات، وكاين البعض اللي يشكوا باش يتقربوا من العصابات. أما اللي هو ما يقولوش نتيجة لأنه عنده انزعاج أو يخاف أو معليش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنها هي بالفعل مخابرات إرهابية وتسقط المافيا العسكرية بإذن الله. وما حدث في باريس، والحقيقة أننا قلناها من قبل ونقولها الآن ونقولها في كل حين أننا ضد العنف، ضد كل واحد يمارس العنف. العنف راح دمر البلاد، العنف راح أدى إلى هلاك الشعب الجزائري في التسعينات، وهذا النظام اللي أسس على العنف منذ 62 أدى إلى تدمير هائل. وقلنا أن العنف دائما يؤدي إلى عنف وعنف مقابل، وقلنا أنه نندد بالعنف الجسدي والعنف اللفظي إلى آخره. كاين الناس مرات ما يميزوش ما بين أنك تكون ثابت على مبادئك، ثابت على مواقفك، جذرية فيما تقول، راديكالية في مواقفك. لكن الراديكالية ليست تطرف، ليست عنف لفظي، ليست بعبارة إسلامية، ليست تنطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. المتنطعون هم الذين لا يفرقون بين الثبات على الحق والدفاع عليه ولو بدفع النفس والروح في سبيل الحق، وما بين التطرف بالعنف أو التطرف بالألفاظ العنيفة أو التنطع. وفي قصة شهيرة جدا، هذوك ثلاثة اللي راحوا يسقسوا الرسول صلى الله عليه وسلم وش يدير، صحابة أسلموا يعني. فلما قال أنا أصوم فلا أصلي فلا أنام أبدا، واحد قال أنا أتزوج النساء، واحد يعني أرادوا أنه يزايدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج قال فيما قال أنه من خرج عن سنتي فليس من أمتي، وما كان له المزايدة، وقال أنا أصلي وأنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، بمعنى الاعتداء. التنطع والتطرف يؤدي إلى دائما أخطاء كارثية. ولذلك أدين الحادثة بغض النظر عن الضحية وعن الجلاد، بغض النظر عن الظالم والمظلوم. نحن ندين العنف من أي جهة كان وتحت أي مبرر كان، وندين العنف الجسدي كما ندين العنف اللفظي. لذلك مرة أخرى أجدد دعوتي لمن يعتقد نفسه أنه مع الحراك وأنهم حراكيين وأنهم أن يبتعدوا عن العنف الجسدي أو اللفظي، لأنه نتائجه كارثية. لكن مما لا شك فيه أن ما حدث ندينه وندينه بشدة، ونقول لمن يمارس أو من يحرض على هذا العنف أن هذا ليس من الحراك ولا علاقة له بالحراك ولا يخدم الحراك. هذا أصلا إذا كان فيكم أو فيهم من ما زال يؤمن بالحراك. ونقول بأن في الناس اللي تابعوني هنا يعرفوا أنني نددت بشدة يوم اعتقل توفيق وطرطاق والسعيد في بداية ماي، ويعرفون الناس موقفي من هؤلاء المجرمين الثلاثة. لكن لما سمعت بأن توفيق تعرض للتعذيب وطرطاق تعرض للتعذيب خرجت في ماي وقلت للقايد صالح توقفوا عن تعذيب الناس. بعض الناس ما فهموش، قالوا لي بصح هذو أعدائك وأنت. هؤلاء يستحقون الإعدام 70,000 مرة، كي التوفيق كي طرطاق كي السعيد. لكن في فرق ما بين يصدر حكم إعدام من قضاء عادل وما بين يمارس التعذيب في أقبية المخابرات أو أقبية البوليس أو أقبية أي مكان. حتى أعدائنا نرفض أن يمارس ضدهم العنف. لذلك بعض إخواننا قالوا لك أنا ما أشوف إخواننا، أنا أرى تركيزي واهتمامي الرئيسي منصب على المافيا العسكرية اللي راهي دمرت البلاد.
وحتى وأنا أتحدث معهم أتحدى يوما أن يجد واحد أن يقول اقتلوهم أو اذبحوهم أو ضربوا نساهم أولادهم. نحن نرفض ذلك وندين ذلك، ندين بشدة. ومن يقولون هذا الكلام على البوليس ولا ندينهم. نريد تحرير البلاد، ما نريدش الدماء. سلميتنا نتبناها ونحن متحافظين عليها وننادي بها حتى وإن لم تعجب البعض، لأن جرب بعض الناس من الجزائريين الرد بعنف على هذه العصابات العنيفة. شوفوا وين وصلت البلاد. هذا نظام يفرح بالعنف، واللي يمارسوا العنف سواء على مستوى محدود ضد شخص واحد أو ضد 100 أو ضد وطن أو ضد 1000 هم نفس العقلية. هي عقليات عنيفة لا تقبل رأي الآخر، لا تقبل رأي مخالف، وتعتبر كل رأي مخالف خيانة إلى آخره. ولكن خلونا نركزوا على المخابرات الإرهابية اللي راهي ذابحة الشعب ومبهدلة البلاد ومفقرة الناس وملايين الناس اللي راهم يعانوا معاناة رهيبة. وقلتها ونعاودها، الخصومات الجانبية والهامشية راهي لا تنفع لا الناس ولا الوطن، بل بالعكس تفيد المخابرات الإرهابية، لأنها تستطيع أن تلفت انتباه الناس في اتجاهات خاطئة. مرة أخرى وندد بشدة بأي عملية عنف يتعرض لها أي جزائري أو أي إنسان مش جزائري. ولكن نحن في إطار المعركة اللي نخوضوها معركتنا سلمية بالرغم من شراستنا في المواجهة، لكن ليس لدينا تطرف. من ثباتنا في المواجهة لكن ليس لدينا تنطع. نفرق ما بين الراديكالية والجذرية والثبات على المبادئ وما بين التنطع والتطرف والكلام البذيء والقذر والعنف اللفظي القذر الذي لا نقبله، فما بالك أن يكون هناك عنف جسدي. معركتنا هي مع المخابرات الإرهابية، وهي معركة سلمية مرة أخرى، وهي من أجل قيام دولة العدل والحق والقانون، ودولة يسود فيها السلم والأمن، وليس أن نتجه اتجاهات منحرفة. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.